ازيكم عاملين ايه؟ مفيش حد او مفيش مدرس او مدرسة ما ينفعش ما يستخدمش برنامج زوم، عشان ده اصلا ايدينا ورجلينا. تعالوا النهارده نعرف ايه كل حاجة موجودة في برنامج زوم، ونعرفها خطوة خطوة وحاجة حاجة. الاول احنا هنعمل اكونت على زوم، بعد كده هننزل البرنامج او الاب على اللابتوب، وندخل الايميل والباسورد، وبعد كده هتظهر لنا الشاشة دي. تعالوا نعرف اول حاجة موجودة عندنا في السيتنج هنا، قبل بقى ما نعرف ازاي نعمل لينك ثابت، ازاي نعمل جوين ميتنج، كل الكلام ده. تعالوا نعرف كل حاجة موجودة جوه زوم خطوة بخطوة. اول حاجة عندنا في جنرال، هو هنا بنختار المود سواء بقى لايت دارك، او الصبح يبقى لايت بالليل يبقى دارك كده. بعد كده الثيم بتاعنا، بعد كده لون السكين بتاعت الكف هنا، كل دي حاجات عادية. طيب بعد كده عندنا هنا زوم ورك بليس اب. اول حاجة احنا بنختار الابديت يبقى سريع ودايما موجود ولا يبقى سلو. خلينا متفقين على حاجة، الابديت ده مهم جدا. احنا لو مش عاملين ابديت الابليكيشن ده هيفضل يعلق مننا ومش هيبقى احسن حاجة. لازم نفضل نعمله ابديت، بس مش عمال على بطال، فانا هنا مختاره سلو. طيب اللي بعديه دي المفروض ان هي نخليه، لو احنا عايزين ان احنا اول ما نفتح اللابتوب زوم يفتح، فبنخليها زرقاء. انا مش عاوزه كده، لان مش دايما لما بفتح اللابتوب ببقى ان انا عاوزه اشغل زوم. طيب اللي بعديها هنا لما بنيجي نقفل زوم، ولما نيجي نقفل زوم قصدي مش ان احنا نعمل عليه علامه اكس، لا، ان احنا نشيله، يعني ندوس على اللي هي العلامه اللي هي دي. احنا عايزين نخليه في الباك جراوند ولا ينزل في الشريط تحت. انا مخليه ان هو ينزل في الشريط تحت، لان بالنسبه لي مش ببقى عايزه زحمه على الديسك توب بره. طيب بعد كده ان احنا لو احنا عندنا ايميل على الاوتولوك، ان احنا نربطهم ببعض، يعني لو انا مشغوله هنا هيبقى مشغوله هنا، لو انا فاضيه هنا هيبقى فاضيه هنا. بصراحه دي حاجه مش مهمه، انا مش عاملاها، فعلشان خاطر كده مش عامله لها ساين. طيب اللي بعديها ان احنا نعمل عرض للبيانات الشخصية الموجودة بتاعتنا علشان خاطر تظهر للناس. طيب واللي بعد كده هنا ان انا لو قعدت 15 دقيقة فاضية ما بعملش حاجة، ان هو يغير الحالة بتاعتي، او ان انا لو بعمل حاجة يعني يخليني بيزي كده. انا مخليها ايه، عادي ان انا بعد 15 دقيقة لو انا فاتحة الزوم ومش جوه ميتنج ان هو يخليني اوي بره. طيب اللي بعديها الاي اي دي، لما ندوس على مانج ده بيعمل لنا زي تلخيصات للي حصل جوه الحصة، تلخيصات مكتوبة. طيب واللي بعديها ان احنا لو عن الملخصات دي لما نعملها واحنا جوه الحصة، ان هي تتبعت تلقائي بعد الدرس ما يخلص، سواء بقى تتبعت على الميل، سواء تتحفظ في فولدر كده. واخر حاجة عندنا ان احنا الزوم اب، الزوم نفسه فيه ابس. ده احنا لو دوسنا عليها، لو عملنا كلير بيخلي، عارفين الكوكيز اللي بتظهر لنا لما نخش على ويب سايت كده ويقول لنا ان الموقع ده فيه كوكيز، ده لما بنعمل كلير ده بيمسح كل الكوكيز دي. طيب تعالوا هنا ندوس على اي اي ونشوف ايه الحاجات اللي موجودة فيها. اول حاجة عندنا موجود هنا الاوتو سامري، ده ان هو يعمل لنا تلخيص تلقائي من اول ما يبتدي الدرس. تاني حاجة عندنا ان هو يبعتها على الميل. تالت حاجة عندنا دي ان هو يبعت للناس اللي معايا في الميتنج ياخدوا نسخة من الملخص ده. واللي بعده ان هو بقى يبقى فيه زي على الجنب كده اسئلة يسألها لنا او يسألها للناس اللي معانا علشان خاطر تخلي الحصة ايه، تفاعلية كده. واخر حاجة عندنا ان الاي اي بقى هيسأل اللي معانا، هيسألهم هم هيظهر عندهم اسئلة علشان خاطر يسألوها لو عاوزين. طيب تعالوا نشوف فيديو اند افكت. انا هنا مش مشغله الكاميرا عشان كده عامل لي العلامه دي. طيب اول حاجه بنختار هنا الكاميرا. الكاميرا انا عندي منفصله عن اللابتوب،
فانا باجي من هنا بختار يا اما الكاميرا بتاعه اللابتوب يا اما كاميرا تانية. والابيرنس هنا الظهور ان احنا اول حاجه استنى كده اول حاجه عندنا ان احنا لو انا عايزه اعمل هنا، لو انا عايزه اعمل فلتر لوشي زي الفلاتر بتاعه الانستجرام. اللي بعده ان انا لو عندي الاضاءه ضعيفه هيسحب هو الاضاءه من الحاجات اللي حواليا ويركزها على وشي. تالت حاجه ان انا عايزاه يميز وشي عن الخلفيه اللي ورايا، يعني الخلفيه اللي ورايا تبقى مش مهم انها تظهر كويس، بس وشي انا اللي يبقى فيه الاضاءه كويسه. طيب اللي بعده اخر حاجه هنا ان هو لو رجعت لورا او اتحركت يمين او شمال ان هو زي يعمل زوم كده علشان خاطر افضل في نص الشاشه. طيب الباك جراوند لو انا عايزه اختار باك جراوند معينه او اللي انا مش عايزه بختارها من هنا. الافاتار لو عايزه اعمل افاتار لنفسي. الفلتر اللي بتبقى موجوده على الفيديوهات. واخر حاجه بقى لو عايزين نلعب في السكين بتاعتنا. كل دي حاجات مش مهمه. نيجي للي بعده الاوديو. عندنا السبيكر لو احنا عايزين نتكلم بالسبيكر بتاعنا او نتكلم بالسبيكر اللي موجود جوه اللابتوب. لو احنا حاطين سماعات بنختار السماعات، لو احنا مش مختارين سماعات خلاص هو بيخلينا على ايه، على السبيكر بتاع اللابتوب. هنا ممكن نعمل تيست للصوت نشوفه عالي واطي منخبش في ضوضاء في اي حاجه. طيب اللي بعده هنا طبعا الصوت عالي او واطي، وانا علشان خاطر بتكلم بصوا في حاجه تحت عماله ايه تروح وتيجي، ده التست بتاع الميكروفون نفسه. طيب اللي بعده هنا الاوديو ان هو بيوزع الصوت كانه جاي من اتجاهات مختلفه، مش الصوت بيبقى مركز كده وبيبقى صوت رخم للناس اللي هتسمعني. وهنا ان احنا لما موصلين جهاز تاني باللابتوب نسمع صوت الرنه اللي موجوده على الجهاز التاني. طيب دي خاصه بقى بالميكروفون. هو هنا مختار الميكروفون اللي انا حطاه وبيعمل له تيست، وهنا الصوت عالي او واطي. طيب نيجي للي بعده. الاوتوماتيك ده خيار زوم بيستخدمه علشان خاطر يظبط مستوى صوت الميكروفون منه لنفسه، علشان ولا يبقى عالي قوي ولا يبقى واطي قوي، يبقى مناسب للناس اللي هم هيسمعوا الصوت. طيب اللي بعده ميكروفون مود. احنا عندنا هنا 3 حاجات. ال3 حاجات دول خاصة ان احنا لما يكون في ناس بتتكلم حوالينا او ضوضاء ان هو يقللها. انا ليه مختاراه على اقل حاجة؟ علشان خاطر كان في سمعت يعني ان الناس بالذات اللي هي بتدرس قرآن لما بييجوا يطولوا في المادة او كده هو بيعتبر ان دي ضوضاء وبيقللها، فعلشان كده لما يكون حساس زيادة عن اللزوم هيعتبر ان اي حاجة عالية دي ضوضاء، ولما يكون ضعيف زيادة عن اللزوم هيبقى ملوش اي لازمة. فعشان خاطر كده انا بعمله زي ايه، هو اللي يتحكم فيه. اوتو بروفايل عندنا هنا الاوتو بروفايل ده اللايف بريفورمانس ان هو بيكون الميتنج فيه كذا حد بيعزف آلة موسيقية، بيكون خاص بالناس الموسيقيين، فهو بيخلي يعني بيخلي الصوت كلير قوي او نضيف بمعنى اصح. طيب اخر حاجة الهيدسет اللي هي السماعة بتاعة الراس. ده بنستخدم يعني لما بنعمله على الازرق كده سماعات الهيدفون اوقات بيبقى فيها زراير تعلي وتوطي، فبدل ما تعلي وتوطي من اللابتوب انت بتعلي وتوطي من الزراير دي. نيجي على الادفانس. اول حاجه عندنا هنا ان هو بيلغي صدى الصوت، لو انا قاعده في مكان فاضي وفيه صدى صوت هو يلغيه. اللي بعده ان انا لو انا الصوت عندي في الويندوز بتاع اللابتوب مش احسن حاجه هو بيفلتره وزي بيحط له كده فلاتر حاجه حلوه علشان خاطر يوصل للناس في انقى صوره. ولو في حاجات يعني بمعنى اصح نخبشه اي حاجه وده بيبقى نادرا قوي احنا بنقفله، ممكن يكون ده السبب، بس هو صراحه بيعدي على كذا فلتر علشان خاطر يخليه كويس. اللي بعديه ان احنا بيخلي الزوم ينسق مع كارت الصوت اللي موجود جوه جهاز اللابتوب نفسه علشان خاطر الصوت يبقى كويس وفي احسن حالته. واخر حاجة ان هو بيختار اسرع واحدث نظام علشان خاطر
الصوت ولا يتأخر ولا يتقدم ولا يبقى الصوت سابق الصورة والحاجات دي. طيب نيجي للي بعده notification والساوند. اول حاجة الفوليوم. زوم ممكن نختار له رنة علشان خاطر يفكرنا بالميتنج اللي عندنا. طيب احنا هنا بنختار علو الصوت، ومن هنا بنختار النغمات اللي احنا عايزين نختارها، بندوس على مانج ونختار اللي احنا عايزينه. طيب النوتيفيكيشن ان احنا لو في صوت جاي من الشات بتاع الزوم، هو بيبقى ليه زي صوت كده، احنا بنفعلها ان هو ينبهنا علشان خاطر لو احنا ما خدناش بالنا ان حد كتب حاجه. طيب الديسكتوب نوتيفيكيشن، لو في نوتيفيكيشن جايه من الديسكتوب بتاع الكمبيوتر نفسه، بيبقى الصوت ده بيظهر وبيخش في الميتنج عندنا. اللي بعده دي اللي هي هيد شات نوتيفيكيشن. ده لو انا بدي حصه وكمان بسجلها وحد بعتلي على زوم، بيخفي الرسائل والاشعارات اللي بتجيلي. طيب اللي بعديها ده لو جالي اشعار وعايزه افتحه، بيفتحه في صفحه جديده خالص علشان خاطر الناس اللي معايا في الميتنج ما تشوفوش. طيب اللي بعده ده بيعمل ايه؟ ده بيجيب لي كده على جنب اسم صاحب الاشعار وزي جزء من الكلام كده، عشان لو عايزه افتحه هفتحه ولو مش عايزه افتحه مش هفتحه. اللي بعده ده بيخلي الاشعار موجود كده قدام وشي لحد انا مقفله. ده انا لاغياه بصراحه عشان مش طالبه معايا ازعاج. اخر حاجه ان هو بيكتم تلقائي اي صوت او اشعار، خصوصا لو انا عامله شير سكرين للطالب علشان خاطر مفيش حاجه تزعجنا. طيب اللي بعد كده ده send desktop notification 4. ده زوم بيبعت لي تنبيه على الشاشه بيفكرني قبل الحصه بكام دقيقه. انا مخليه في اي ميتنج عندي ان هو قبلها ب5 دقايق يفكرني كده، علشان خاطر لو انا ناسيه او مضطرش ان انا اظبط منبه مخصوص ان انا عندي حصه يلا خشها. طيب وهنا ده automatically defaults to create my note. لا ده احنا قلنا اوكي. احنا هنا قلنا قبلها ب5 دقايق هو بيخش. ده بيحلل الصوت ويكتب ملخص كده زي ما قلنا في فولدر على اللابتوب ارجع له وقت ما انا عايزه. طيب وهنا بيفكرني ان انا افتح الملاحظات دي علشان خاطر اقراها، علشان خاطر لو انا عندي كذا ميتنج ورا بعض ونسيت. طيب when you chat message، ده هيجيلي اشعار لو انا اخترت on message، هيجيلي اشعار مع كل رساله هتجيلي او بتتكتب في الجروب. لو انا اخترت ان انا الدايركت مسج، يعني لو حد عامل لي منشن مخصوص او ردت على رساله انا بعتها، هيجيلي نوتيفيكيشن، وده بصراحه احسن علشان خاطر يريح دماغي شويه. طيب اللي بعده لو انا عايزه اعمل استثناء لجروب معين، الجروب ده مهم، عايزه ايا كان اللي بيتقال عليه يظهر لي، فبعمل استثناء للجروب ده هنا. طيب اللي بعده الكيورد منشن والكونكت منشن. ده لو انا عايزه حد يكتب لي في الكيبورد اسمي مخصوص او يرد على رساله او اسمي. طيب اللي بعده الميتنج والويبينار. اول حاجه عندنا هنا اللي هو شو فيديو بريفيو فيرست. ده بيعمل ايه؟ اول ما بدوس ان انا اخش الحصه، بيفتح شاشه صغيره كده كانها مرايه، اشوف الدنيا تمام، ورايا حاجه، الطرحه مظبوطه كده. طيب انا مختاره ان انا لما افتح اصلا زوم ان الكاميرا بتاعتي تبقى مقفوله والميكروفون يبقى مقفول، اخش الاقي الدنيا تمام كده، اللي قدامي دخل، بعد كده افتحهم عادي براحتي. طيب اللي بعده ده بدل ما يسألني كل مرة افتح فيها افتح الصوت ولا لا وافتح الكاميرا ولا لا، ده بيفضل اوتوماتيك مفتوح لو انا مش حاطه الميكروفون. يعني انا لو مش حاطه الميكروفون هو يفتح عادي، لكن انا لو حاطه الميكروفون لا خلاص. طيب بعد كده انتر فول سكرين اوتوماتيكلي. ده ان هو لما افتح زوم ياخد الصفحه كلها بتاعه اللابتوب. انا بصراحه مش فاتحاه، مش مهم بالنسبه لي قوي ان انا اكون فاتحه الصفحه كامله او لا، لان انا في الاخر بعمل شير سكرين للطلاب. واللي بعده
ده بيفتح صفحة اللي هيكتب ملاحظات، يعني بيفتح الصفحة بتاعت اللي هيكتب فيها الملاحظات تلقائي، بس بيفتحها في حتة كده على جنب من غير ما تزحم الدنيا. بس انا قافلاه، يعني هو لو عايز يكتب ملاحظات بيكتبها وفي الاخر بيحطها لي على في الفولدر يعني، وانا اروح اشوفها لو انا اصلا عايزه اشوفها، بس انا ايه في العادي ما بستخدمهاش. طيب بعد كده هنا استنى، الميتنج والويبينار ده اول حاجه ان هو بيخلي عندي شاشه واحده بس اللي مفتوحه. ليه؟ علشان خاطر تكون منظمه، لو عايزه اعمل شير لملف يعمل عادي، لو مش عايزه اعمل شير لملف خلاص، لو عايزه افتح كتاب اوكي، لكن ما يفتحليش تابات كتير تبقى ملخبطاني. فاهمين؟ طيب اللي بعده ده بيخلي اسامي الناس اللي معايا في الميتنج ظاهره تحت الصوره بتاعتهم. وهنا ده لو انا عايزه اخلي فيه تايمر يقول لي عدى قد ايه من الحصه، ده بفعله. بس انا ما بحبش الحاجات اللي هي ايه يعني تعمل لي روشه كده، فعشان كده ما بشغلوش. وده ان الطلاب اللي معايا لو هيكتبوا حاجه في الشات ان الصوره بتاعتهم تكون ظاهره، علشان خاطر بدل ما اقرا اسمهم ابقى عارفاهم من صورتهم. اللي بعده الكنترول. هنا عندنا keep meeting control visible. الشريط اللي تحت اللي بيكون موجود في زوم، اللي بيبقى في المايك والادوات والكاميرا والشير سكرين، يختفي او يظهر لما انا اجيب عليه الماوس. يعني انا لو جبت ده لما نفتح الميتنج هوريه لكم، لما يجي عليه الماوس انه يظهر، لما ما يجيش عليه الماوس انه يختفي. دي حاجه لذيذه برضو يعني مش وحشه. طيب اللي بعده احنا فين هنا؟ ده لو انا عملت ميوت للميكروفون وعايزه اقول كلمه بسيطه وارجع تاني، بدل ما ادوس على الزرار بتاع ان ميوت، لا انا بدوس على المسطره فتره طويله شويه، اقول اللي انا عايزاه، اشيل ايدي من على المسطره، خلاص كده ايه هم سمعوا اللي انا عايزه اقوله وانا ولا شغلت بالي. وهنا ده بيعمل ايه؟ ده بيشتغل زي صوت رنه كده او تن كل ما نفتح ونقفل الميكروفون. طبعا انا قافلاه عشان هي مش طالبه روشه اصلا. اللي بعده ده بيعمل ايه؟ ده بيعمل كوبي اوتوماتيك لللينك بتاع الميتنج بتاعنا علشان خاطر نبعته للناس. انا قافلاه لان انا اوريدي عامله ميتنج ثابت، ده مهما قفلت مهما فتحت بيفضل شغال، وبابا بعتاه للطلاب، فمش محتاجه ان انا ايه ان انا اعمل لينك، ان انا اعمل يعني كوبي مخصوص. وهوريكم ازاي تعملوا لينك ثابت مهما قفلته او مهما قعدته بعد ال40 دقيقه، ان هو ما يفصلش عادي خالص، وانه لما تيجي تخشوا عليه تاني ما يقولكمش استنوا 10 دقايق. طيب اللي بعده ماي فيديو. اول حاجه عندنا هنا في ماي فيديو ان احنا لو عايزه اخفي صورتي من قدامي على الزوم عشان ما افضلش متزاوله بيها، ودي بصراحه لا انا مش فعلاها علشان خاطر انا عامله حاجه تانية كده لذيذه هوريها لكم. طيب اللي بعده ده بيخلي ان الكاميرا بتاعتي تظهر بحجم اكبر او يتعمل عليها برواز اصفر كل ما اتكلم. ده انا مش عاملاه، يعني حاجه مش مهمه بالنسبه لي. اللي بعده ده بيخلي الكاميرا والصوت يفضلوا مفتوحين حتى لو اللاب دخل في وضع لوك. انا طبعا قافلاه، يعني انا لو اللاب دخل في وضع لوك ايه هستفاد ايه لو الكاميرا والميكروفون مفتوحين؟ ليه؟ ما انا اوريدي ما بستخدمهمش. اللي بعده ده بيخلي المشاركين اللي معايا اللي هم الطلاب يظهروا بس من غير فيديو. يعني ايه من غير فيديو؟ يعني صورتهم تبقى موجودة لو هم مش حاطين صورة عندهم. طيب وهنا ده بيختار العدد اللي قد ايه هيكون موجود في الميتنج، 25 49. انا مخليه 25 لان اصلا ده مناسب قوي، ده لو دخل العدد ده اصلا. اللي بعديها الرياكشن. اول حاجة عندنا هنا في الرياكشن ان المشاركين عايز انهم يظهروا من غير فيديو لو مش فاتحين الكاميرا، تظهر شاشة سودا كده وبيبقى ليهم اسمهم ظاهر فيهم علشان خاطر اعرف انهم موجودين فاتحين الصوت ولا لا. واللي بعديها اسمه ايه اللهم صل على النبي، الايموجي اللي بتبقى موجودة في الزوم اللي هي القلب والعلامة اوكي وكده. طيب اللي بعده
ده play audio when someone has ده لو حد رفع ايده ان هو يعمل صوت. ده انا مش مفعلاه بصراحه. ليه؟ لان هما بيبقوا اوريدي ظاهرين قصادي. اللي هيرفع ايده بيبقى فيه زي حاجه صفرة كده بتطلع، فخلاص انا ببقى شفته وعرفت. طيب، وبعد كده عندنا الليف اكسبيرينس. هو عندنا هنا انه اول حاجه ان انا لما اجي اخرج يسالني هخرج ولا لا، وبصراحه ده لازم تفعلوه، لان احنا واحنا بنلوش كده ممكن ايدينا تيجي على اي حاجه تقوم قافله الميتنج واحنا اصلا ما كناش عايزين نقفله. طيب اللي بعده keep my zoom open apps open. ده بيكون جوه زوم فيه زي تطبيقات والعاب تفاعليه صغنونه كده اقدر اشغلها جوه الحصه. التطبيقات دي بتفضل مفتوحه حتى لما انا اقفل. لا، فانا بقفلها. يعني ايه لازمتها ان هي تفضل مفتوحه حتى لو انا قفلت؟ طيب الادفانس، اول حاجه عندنا هنا في الادفانس ميتنج ان احنا نفعل ميزه ان احنا نوقف الفيديو، وده بيكون زرار موجود جوه الحصه. انا بقدر ان انا ادوس الكاميرات تفضل مفتوحه او مقفوله، او انا مثلا لو النت عندي مش احسن حاجه ده بيقفل الكاميرات بتاعت الطلاب كلهم مره واحده علشان خاطر يوفر طاقه. اوقات بنحتاجه لما بيكون الضغط جامد، بس مش دايما يعني مش كتير. طيب واللي بعديه ده ان زوم لو حس ان الكل ساكت ومفيش تفاعل يقفل الحصه، فطبعا لا، ما مش مفعلاه. واللي بعديه ده لو انا عايزه اعيد من اول وجديد التنبيهات بتاعه الزوم، يعني عايزه اعمل لها ريسيت، عايزه افعلها او مش عايزه افعلها من اول وجديد، عايزه ارجعها على ما كانت عليه. انا مثلا غيرت فيها حاجه والتغييرات مش عاجباني فعايزه ارجعها على ما كانت عليه فهعمل ريسيت. طيب ادفانس فيديو، اول حاجه عندنا ان زوم بيستخدم الذكاء الاصطناعي علشان خاطر يحسن جوده الكاميرا. ده اوريدي انا مفعلاه. اللي بعده ان هو بيحسن جودة الإضاءة اللي طالعة من عندي علشان خاطر الطلاب يشوفوني كويس. التلاتة دول بقى انا مخليهم على اوديو، على اوتو قصدي، علشان زوم بيختار اكتر طريقة مناسبة لكارت الشاشة بتاع اللابتوب عشان ما يحصلش تقطيع في الفيديو، فانا سايباها زي ما هي. نيجي للبريفورمانس. اول حاجة عندنا ان هو ده بيعمل ايه؟ ده بيوفر استهلاك الحاجات اللي طالعه من الجهاز. لو انا فاتحه كذا حاجه، لو اللي معايا فاتحين كذا حاجه كده، ان انا مثلا لو فاتحه شير سكرين، لو لعبه، لو كاني هو زي ايه، ان هو بيوفر استهلاك الحاجات دي. ده مش احسن حاجه ان انا اشغله. ليه؟ لان هو ممكن يقلل لي الكواليتي بتاعت الالعاب التفاعليه، يقلل لي كواليتي الحاجات التانية. واللي بعده يوز هاردوير. اول حاجه عندنا فيه انا مشغله الثلاث زراير. اول حاجه عندنا ده بيخلي كارت الشاشه بتاع اللابتوب يطلع صور الطلاب بسهوله وبسرعه من غير ما يقطعه. اللي بعده اللي هو sending فيديو، ده بيخلي كارت الشاشه بتاع اللابتوب برضو يعالج الصوره بتاعتي، وبرضو بيخلي الفيديو يبقى سهل وسريع انه يوصل للطلاب. تالت حاجه عندنا ان لو في اي فلاتر في الخلفيه انا حطاها بتكون شغاله برضو من غير اي تهنيج. الريكوردينج ده اول حاجه ده المسؤول. احنا لما نسجل الحصه هتروح على فين؟ لما بندوس على open هو بيفتح تلقائي الفولدر. لو انا عايزه اغير الفولدر اللي هو محطوط فيه واوديه في حته تانية، انا بتشنج من هنا واختار اي مكان انا عايزاه يوديه فيه. طيب اللي تحته ده ايه؟ اللي تحته ده كل مره هقفل الميتنج هيسالني انا عايزه احطه فين، احط الفولدر فين. فانا لاغياه. ليه؟ لان انا ممكن يكون عندي سيشن وبعديها سيشن على طول، فده هيعطلني. فعشان كده انا قافله، هو يروح مكان ما هو رايح، وانا بعد كده هبقى اروح اغير المكان لو عايزه. وده الرقم اللي موجود تحت ده اللي انا عماله رايحه جايه عليه، ده المساحه الفاضله مش المساحه المستخدمه. ليه؟ لان المساحه دي مجرد ما تخلص هو بيبطل يحفظ الحاجات دي، فلازم ناخد بالنا من الموضوع ده. طيب الريكوردينج بريفيرنس. طيب اول حاجه عندنا هنا ان هو الطلاب اللي معايا بيظهر الاسامي بتاعتهم. تاني حاجة عندنا اللي تحتيها ان هو بيكون لو انا عايزة تايمر وتاريخ في الحصة. انا بصراحة ما بحبش الخوته الكدابة دي. تالت حاجة عندنا ان هو
ان انا لما اعمل شير سكرين لاي حاجه تتسجل، ده طبعا مهم. واللي بعديه ده بيخلي الفيديو المبعوث للطالب الشاشه فيه بتكون مقسومه نصين. انا مش مفعلاها ليه؟ لان انا ببقى عايزه الفيديو اللي ظاهر للطالب زي ما كان في الحصه بالظبط. انا بخلي الحصه الشاشه كلها حته واحده، ما بخليهاش مقسومه نصين. ده يعني بيهدر مساحه بصراحه. واللي بعده الادفانس. اول حاجه عندنا ده بيخلي صوت كل حد يتسجل. يعني انا لو معايا طالب 2 3 صوتهم كلهم بيتسجل منفصل لوحده. علشان ايه؟ يعني ايه؟ لو انا عايزه اعلي صوت حد او اوطي صوت حد، انا بصراحه مش مفعله ليه؟ لان انا بخلي صوتهم كلهم يتسجل والصوت اللي ظهر هو اللي هيطلع. ده لو حد عايز يعمل مونتاج مثلا، يعني لو مش طلاب بقى، لو انتم مسجلين ميتنج وعايزين تعملوا مونتاج، مثلا حد كان صوته واطي فبتعلوه، حد صوته عالي فبتوطوه. طيب ايه اللي بعده؟ ده بيعمل ايه لما حصه الزوم بتخلص؟ لما حصه الزوم بتخلص هو بيبدا يعمل عمليه مراجعه كده للفيديو، علشان خاطر اللاب لو فصل الفيديو ما يبوظ، يفضل محتفظ بيه في الملفات الاصليه. بصراحه انا مش مفعلاه لحد دلوقتي، ما جراش مصيبه، فالحمد لله. اخر حاجه عندنا ده علشان لو هندخل الفيديو ده على اي برنامج مونتاج يفتح على طول من غير ما يهنج. بصراحه انا ما بفتحوش على اي مونتاج، مش مستاهله، مش محتاجه. طيب الشير سكرين. اول حاجه عندنا في الشير سكرين هنا ان احنا لما حد من الطلاب يشارك شاشه، تمام تمام. طيب الشاشه دي هيشاركها بنخليها في حجمها الطبيعي ولا حاجه صغننه كده؟ لا، انا مخليها في حجمها الطبيعي. تاني حاجه عندنا اللي هي دي، ان هو بيخلي محتوى شاشه الطالب لما يظهر عندي يكبر او يصغر براحتي، يعني انا اكبره او اصغره من عندي. تالت حاجه عندنا اللي هي دي، ده لو اشتغل بيقسم الشاشه نصين. يعني انا لو عملت شير سكرين يقسم الشاشه نصين. ده انا مش مفعله ليه؟ لان انا بخلي الشير سكرين على الشاشه كلها علشان خاطر الطالب يشوف كويس. طيب ده كل ده لو هما اللي هيشاركوا. لو انا بقى اللي هشارك، اول حاجه عندنا هنا بختار نوافذ فرديه. يعني ايه نوافذ فرديه؟ يعني بختار شاشه واحده اللي تظهر. بختارها بقى الديسكتوب كله، شاشه معينه اللي تظهر كده. هوريكم برضو، احنا لسه هنخش على زوم هوريكم ازاي اصلا لما بنفتح بنعمل شير سكرين وكده. انا كل ده بعرفكم السيتنج من جوه علشان خاطر احنا في حاجات بتقابلنا جوه لازم نبقى عارفينها. طيب اللي بعده دي لما اعمل شير سكرين انه يعمل اطار اسود او اخضر حوالين الحاجه اللي انا مشيراها، لذيذه يعني، فعلوها مش بطاله. واللي بعديها ده اللي بيظهر فيه شريط الادوات اللي بيكون موجود فيه الميكروفون، اللي بيكون موجود فيه الشير سكرين، اللي بيكون فيه الماوس ان انا اخلي الطالب اللي قدامي يتحكم او لا. ولسه برضه هنشوفه جوه. اللي بعده الشير بوتون بيهافير. اول حاجه فيه ده بيفتح شاشه زي شاشه صغيره كده فوق علشان اشوف فيها الحصه، عشان اتاكد ان الحصه تمام. وبرده لما نخش هوريكم ازاي بتبقى موجوده وفظيعه، دي جامده جدا. طيب اللي بعديها ده ان انا لما اعمل شير لسطح المكتب بالكامل، يعني ان انا يعمل شير عادي لسطح المكتب او كده، انا عامله عادي لان انا اوقات بدخلهم من حته لحته، فمش هفضل كل مره اعمل شير لحاجه معينه وافضل الخبط نفسي واضايق نفسي. الادفانس. طيب اول حاجه عندنا هنا انا مخليها على اوتو علشان لو ظهر عند الطلاب شاشه سودا وقت الشير هو اوتوماتيك بيظبطها كده ويخليها تظهر عنده، ما بيعلقش الدنيا، ما بيكونش رخم يعني. اللي بعديها ده لو عندنا مشكله ان الطلاب خلاص مش عارفين يشوفوا الشير سكرين خالص بسبب ان النت مش احسن حاجه. اللي بعديها دي نفعلها، يعني ان ايه؟ لو هما مش عارفين يشوفوا خالص خلاص يستسلم بمعنى صح. انا لا، ما بخليهوش يستسلم، لا، احنا هنفضل وراه لحد ايه؟ لحد ما يفتح. طيب اللي بعدي السكرين شير، ان هو لو شغلناه بيخلي حركة الالعاب والفيديوهات تقطع. يعني ايه؟ بيخليها ليميت محدودة. فاحنا اوريدي لما نشغل الالعاب والفيديوهات ممكن تقطع، فلا انا مش عايزاها تكون محدودة، انا عايزاهم يشوفوا زي ما انا حاطاه بالظبط كده، اللعبة عاملة ازاي والفيديو عامل ازاي.
اللي بعده ده بيخلينا نتحكم على البعد في التطبيقات. ده انا قافلاه علشان خاطر انا لو فتحته حد من الطلاب اديته ان هو الريموت كنترول علشان خاطر يلعب ما يبوظليش الدنيا، ما بهدلش الدنيا جوه. طيب اللي بعده الاوبتمايزيشن. ده علشان لو بنعرض ملفات باوربوينت تقيله. انا في العادي ما بعرضش على باوربوينت. انا هقول لكم على حاجه لذيذه جدا بقى تخلي لو لا قدر اللابتوب ده في يوم صحيتوا لقيتوه مش شغال شغلكم ما يقفش، هتعرفوا والنبي لو منين هتعرفوا تشتغلوا. طيب اللي بعد كده use hardware for الكلام اللي بالانجليزي ده ايه؟ اول حاجه الشير سكرين والفيديو سكرين والانيميشن، ان احنا نعمل شير سكرين عادي، نعمل الفيديو سكرين عادي، الانيميشن ده عادي. كل ده بنفعله. اول حاجه ده بيخلي ايه؟ ده بنفعله ليه؟ مش علشان خاطر نعمل شير سكرين عادي وخلاص، لا، علشان خاطر هو زي بيعمل لينك كده مع كارت الشاشه اللي موجود جوه اللابتوب، فبيخلي الدنيا سموث، سواء بقى لما نيجي نعمل شير سكرين، سواء لما نعمل فيديو سكرين، سواء لما نيجي نستخدم اخر حاجه دي لما نيجي نستخدم ادوات الكتابه والرسم اللي موجوده جوه الزوم، بيخليها سهله وسريعه ومش رخمه. طيب اللي بعديها الشات. طيب اول حاجه في الشات عندنا هنا ان احنا اللهم صل على النبي، ان احنا يعني ندمج كل المحادثات في ملفات حديثه. يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي عندي شات في الزوم، لو الطلاب بيتكلموا ان هو يحفظ لي الشات ده ويحطه لي في فولدر، وبعد كده لما يكون في شات جديد يوديه لي على نفس الفولدر. مش يعملوا ايه، مش يعملوا لينك لوحده او فولدر لوحده، لا، يدخل كله على بعض، بحيث ان انا لما افتح الفولدر يبقى كله بقى، ما افضلش افتح ده وافتح ده وافتح ده وافتح ده. طيب اللي بعده ده بيخليني افتح كذا فولدر في القائمه الجانبيه ويفضلوا مفتوحين قدام عيني مع بعض، يعني ما اضطرش اروح في حته علشان خاطر افتح حاجه وبعد كده اروح في حته تانية علشان خاطر افتح حاجه. طيب بعد كده دي ده بيتحكم في شكل الارقام والاشعارات اللي بتكون موجوده في الجروبات. واللي بعديه ده لو انا حبيت ارتب الاقسام والجروبات بفضل اسحبها بالماوس. قدروا انا لخبطت حاجه، يعني انا دلوقتي مظبطه الدنيا مخليه الجروب ده 1 والجروب ده 2، وانا دلوقتي جيت سحبت بالماوس والدنيا اتلخبطت، لما اجي اعمل ريسيت هيرجع الدنيا زي ما انا كنت مظبطاها بالظبط. طيب اللي بعده المسجات اللي مش مقروءه. طيب انا هنا مختاره ان هو يجيلي على المسجات اللي مش مقروءه الاول، ما اروحش على اخر حاجه وخلاص، لا، ابقى متابعه الدنيا كده. طيب هنا عندنا move message with new replay button to chat. لو جيت دوست على الريبلاي، يعني لو جيت دوست على رسالة قديمة وحد رد عليها انها تظهر لي، يعني تظهر لي تحت عادي. تمام. كل دي حاجات برضو يا جماعة ايه مش بنستخدمها قوي، بس لازم نبقى عارفينها، يعني علشان خاطر بجد الزوم ده كبير في حاجات كتيرة قوي احنا ممكن نستغلها. طيب اللي بعده الشات بريفورمانس، ان انا لو بعت لينك اللعبه جوه الحصه في الشات ان هي تظهر على هيئه بوكس صغنون كده، وانا بصراحه ما ببعتهاش في الحصه، لا، انا بعمل سكرين شير ليها احسن. طيب اللي بعده البلوك يوزر، لو انا عامله بلوك لحد، وهنا لو انا عايزه اترجم المسج، لو هما باعتينها بالعربي انا بخليها لو انا عايزه اترجمها بالانجليزي يعني. طيب اللي بعده الشات فيديو. اول حاجه حجم الشاشة بتاعة الشات نخليها 100% عادي خالص، يعني ملهاش لازمة ان احنا نلعب فيها. الشات ديسبلاي سايز دي قلناها. اللي بعده الاوتوماتيك، ده لو طلبت شغل فيها لعبة واضواء وفلاش وكده هو هيقلل لي الاضاءة، وانا مش عاوزة كده، انا عايزاها باضاءتها والدنيا اللذيذة بتاعتها وكل حاجة. اللي بعديها ده لو الطلاب حبوا يستظرفوا مع بعض ويبعتوا اللي هو الصور اللي بتتحرك دي، فانا قافلاه. هنا السايز بتاع الخط مخليه سمول، وده الكابشن كولر. طيب اللي بعده الفونت سايز، ده حجم الخط.
ده البوزيشن اللي هو اللون، لا مش اللون، ده حجم الخط وده اللون، وده نوع الخط. واللي بعديه ده انا عايزه ثانية واحده، انا عايزه الكابشن لما يجي يتكتب فين، فوق تحت كده. وهنا عندنا الشاشه دي بتقول لنا شكل الخط عامل ازاي وهيكون موجود فين. انا مخليها في النص لان اصلا معظم الوقت احنا ما بنستخدموش. ليه؟ لان احنا بنتكلم عربي، فمش مش محتاجين ان انا الكلام يبقى مكتوب علشان خاطر يقرأوه. ايه اللي بعده؟ اللهم صل على النبي. ده ده ان انا على طول اظهر الكابشن في الميتنج او كده، ده انا لاغيه لان احنا قلنا احنا ما بنستخدموش. طيب هنا كل دي لحد فين؟ لحد هنا، لا مش لحد هنا، لحد هنا. ده خاص بالناس اللي هم المكفوفين او ضعاف السمع، ان هم لو في حاجه في الميتنج اتداس عليها ان تتقال لهم بصوت. تمام. نيجي بقى للميتنج برايم ميتنج. اول حاجه عندنا ان هو لو الطالب حب انه يسجل الحصه اوافق او ارفض. تاني واحده ان انا لو مدخله حد معايا وعايزه ان هو يعني يساعدني وكده، اوافق او ارفض، بمعنى اصح هديله الصلاحيه. تمام. تالت حاجه الكو هوست اللي هو دخل معايا علشان خاطر يساعدني، اسحب او اعمل منه الصلاحيه. ده التحكم بالنسبه للطلاب اللي معايا، ان انا ارفض او اقبل. يعني انا مثلا بفتحها لهم علشان خاطر يلعبوا اللعبه، بعد كده بقفلها. واخر حاجه عندنا هنا ان انا اسحب صلاحيه الكتابه بتاعه الترجمه النصيه، يعني ان انا لو لقيت ليها لازمه اشغلها، ما لقيتش ليها لازمه ما اشغلهاش. طيب بعد كده عندنا هنا الكيبورد، دي كلها اختصارات الكيبورد علشان خاطر بتاعه زوم، ملهاش لازمه. هنا عندنا ايه؟ الاحصائيات بتاعه الكارت الشاشه والمعالج والحاجات دي برضو نبقى عارفين بيها، ملهاش لازمه قوي برضو. وده الاكونت بتاعي، الاكونت بتاعنا بيبقى معمول ازاي، هو في ايه وكده. بس ده كان كل حاجه بالنسبه للسيتنج بتاع الزوم. استنوني بقى في الجزء التاني علشان خاطر تعرفوا ازاي نعمل ميتنج ونعمل لينك ثابت يخلينا الدنيا لذيذه وسهله. تعالوا يعني بمعنى اصح احنا هنشوف كل الكلام ده عملي. اوكي، هستناكم في الجزء التاني. باي باي.